إحصائيات لاعبي نادي ريال مدريد في الليغا لهذا الموسم. الحسابات المعتقدة لنادي ريال مدريد للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. الإحصائية الإسبانية تؤكد على عدم اهتمام نادي ريال مدريد بجواو كيميتش. التحديث الأخير للصراع على الحذاء الذهبي. كوكتيل سيبايوس إسباني ألماني وبرازيلي. السيبايوس تفوق على توني كروس. الوجه الآخر لنادي ريال مدريد المخيبة للآمال. المنافسة قوية بين نادي النصر السعودي ونادي ريال مدريد من ضمن دوران. هذه أخبار اليوم. لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أخبار نادي ريال مدريد. كشفت إحصائيات الليغا الموسم الحالي عن بعض أرقام لاعبين نادي ريال مدريد والتي جاءت كالآتي: أكثر من مرر الكرة هو روديجير ب 1462 تمريرة، أكثر من سجل أهداف وهو كيليان امبابي ب 15 هدف، أكثر من صنع أهداف هو جود بيلينغهام ب6 أهداف، أكثر من سدد هو كيليان امبابي ب 45 تسديدة، أكثر من استرد كراته هو فيدريكو فالفيردي ب 14 قطعت للكرة، أكثر من حصل على أخطاء هو فينيسيوس جونيور ب 21 خطأ، أكثر من حصل على بطاقات صفراء هو فينيسيوس جونيور ب5 كروت صفراء، أكثر من طرد هو فينيسيوس جونيور بكرت واحد طرد لفينيسيوس جونيور. تزال كلمة مستحيلة غائبة من عن قاموس نادي ريال مدريد خاصة في دوري أبطال أوروبا، ولكن الفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي واجه تحديات كبيرة من تأهل إلى ضمن ثمن نهائي مباشرة إلى دور 16، ويعتبر على الفريق تحقيق فوز مهم في مباراته المقبلة ضد ستار بريست الفرنسي الأربعاء للحصول على 15 نقطة، مما قد يساعده في التفوق على منافسه مثل الفريق الفرنسي الذي سيحصل على 13 نقطة، وأيضا باير ليفركوزن الذي يتواجد حاليا في المركز الثامن برصيد 13 نقطة تقريبا بفضل فارق الأهداف. وفي الوقت ذاته تتنافس فرق أخرى مثل استون فيلا وموناكو وميلان وفيرتون لتحقيق نتائج جيدة، مما جعل الموقف أكثر تعقيدا. كما يجب على نادي ريال مدريد أن يأخذ في اعتباره فارق الأهداف، حيث يتفوق على بروسيا دورتموند ونادي بايرن ميونخ بفارق أكثر من فريق أنشيلوتي. في الوقت الحالي يتمتع كلا من الفريقين الألماني بفارق 8 و6 من الأهداف على التوالي، بينما نادي ريال مدريد يمتلك فارق 5 فقط. أكد الصحيفة الإسبانية على عدم وجود أي اهتمام من قبل نادي ريال مدريد بالتعاقد مع جواو كيميتش في الفترة المقبلة. اللاعب الألماني لم يرد على رادار نادي ريال مدريد الذي ارتبط خلال الفترة الماضية بلاعبين مثل مارتين لتدعيم خط الوسط في الصيف القادم. كيميتش بعد أقرب للتجديد مع نادي بايرن ميونخ، لكن للحصول على عقد أعلى يقوم وكلاء اللاعبين بربط أسماء لاعبيهم بكبار الأندية، وهو ما حدث في حالة النجم بايرن ميونخ. يزال الصراع على الحذاء الذهبي للموسم الحالي معتمدا على ظل تسجيل كافة المنافسين على المقدمة أهداف الرفقة فريقهم في جولة هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية. وإليكم الترتيب الحالي للمنافسين. جاء في المركز الأول محمد صلاح ب19 هدف الذي حصل على 38 نقطة، وبعده إيرلينغ هالاند ب18 هدف وحصل على 36 نقطة، ويليه روبرت ليفاندوسكي ب17 هدف ب34 نقطة، ويليه هاري كين ب17 هدف و34 نقطة، وذلك ألكساندر إيزاك 17 هدف و34 نقطة، وفيكتور جوسوس ب22 هدفا ب33 نقطة، وماتر تيغو ب16 هدف ب32 نقطة، وعمر مرموش ب15 هدف و30 نقطة، وأيضا كيليان امبابي ب15 هدف و30 نقطة، وأخيرا كول بارمال ب14 هدف و28 نقطة. تمكن داني سيبايوس من استخدام سلاح كاسيميرو لكي يستحوذ على مكان توني كروس الذي لم يشتغله أحد منذ رحيل الألماني بنهاية الموسم الماضي ومن ثم اعتزاله اللعبة. السلاح البرازيلي ظل أمام بلد الوليد، حيث كان داني الأكثر خلقا للفرص والتمريرات في الثلث الأخير من الملعب، وذلك بخلاف تمريراته الناجحة والتي وصلت إلى 108 تمريرة. كما استعاد 4 كرات. وضع سيبايوس الحالي يجعله أكثر تطلعا للاستمرار بقميص النادي الملكي في الموسم المقبل، حيث ربما يتم تجديد عقده الذي سينتهي في 2027.
تتحدث الأرقام بشكل إيجابي عما قدمه داني سيبايوس بقميص نادي ريال مدريد، حيث يتفوق على توني كروس نجم البلوغرانا السابق على الصعيد الدفاعي. ومتوسط سيبايوس 3.84 تدخلا و1.37 اعتراضا لكل مباراة، مقارنة ب 2.25 و 0.72 لتوني كروس، فضلا عن الأخطاء 1.37 في 0.72، والكرات المستردة 6.72 وفي 6.1. الفارق الذي يحدث الأسباني على الصعيد الدفاعي يمثل أهمية قصوى في تشكيلة أنشيلوتي لتحقيق التوازن. لذلك بهذه الإحصائيات إن داني سيبايوس تفوق على توني كروس بالأرقام. أشار الإعلامي كارلوس كاريبيلو لأكثر ما يفتقد إليه نادي ريال مدريد في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من نتائجه المميزة في المباريات الأخيرة. كارلو أشار إلى أول نصف الساعة من مواجهة بلد الوليد الماضية، أوصفني إياها بالمخيبة للآمال، وهو ذات الحالة بالنسبة لأول 20 دقيقة أمام ساسبونغ، حيث يرى الأسباني أن البلوغرانا يفتقد للدوافع التي تؤهله للرغبة في السيطرة على مباراته منذ انطلاقة صافرة البداية، وهو ما يعرضه لخطر استقبال الأهداف المبكرة. إعلامي الماركا أكد على ضرورة معالجة أنشيلوتي ولاعبيه لتلك النقطة التي تمثلها مؤثر سلبي واضح في طريقة نادي العاصمة الإسبانية للمنافسة على ما تبقى من ألقاب الموسم الحالي. كشفت تقارير الصحفية أن نادي النصر السعودي دخل في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد على ضم الكولومبيا جون دواران مهاجم استون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. العالم يسعى لضم دواران لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل اقتراب رحيل أندرس تاليسكا لصفوف فرنش التركي. خلال الأيام المقبلة نادي ريال مدريد أبدأ اهتمامه بضم دواران حسب تأكيد الصحافة الإسبانية، وتطلع الاهتمام الصفقة السريعة من خلال إعارة اللاعب البرازيلي الشاب أندريك. إدارة العالمية تخطط لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع المهاجم الكولومبي ووضع ريال مدريد في موقف صعب. فهل سينجح النادي النصر السعودي في التفوق على ريال مدريد وإقناع دواران بمشروعه واللعب بجوار كريستيانو رونالدو أم ماذا؟ هذه كل أخبار اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من أخبار نادي ريال مدريد. وهلا مدريد.